السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معاكم مير مختار. النهارده بقى هنبدأ نعمل لكم سلسلة أكلات اقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي. طبعا كلنا أو معظمنا نعرف حاجة اسمها الكسبرية دي عبارة عن رز وفول معمولة بطريقة كده حلوة. أول مرة بصراحة أجربها، فهنعملها مع بعض كده وهنشوف. طبعا دي من ضمن الأكلات الاقتصادية. الفول الأخضر الأيام دي موجود ورخيص جدا، ف تعالوا نشوف هنعملها ازاي. شايفين؟ وبجد اول مره اجربها، بس عجبت جوزي وعجبتني انا كمان شخصيا. يلا بينا ندخل ونشوف الطريقه ونسمي ونقول بسم الله. بس قبل ما نروح يا ريت ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه. تمام. معايا هنا كيلو من الفول الاخضر ده فول بلدي. هو عندنا بيتباع بصراحة تقريبا ب13 جنيه. الرومي بيتباع ب10 جنيه، فطبعا كل مكان على حسب ما بيبيع. في ناس بتبيعه عندهم ب10 وفي اقل من كده طبعا. زي ما قلت لكم على حسب كل مكان. هبتدي بقى كده اقشر الفول. بيتقشر بكل سهولة جدا، يعني ممكن اي ولادك ممكن يقعدوا يعملوا معاكي. وكمان انا بحب اكله كده من غير ما يتطبخ كمان، يعني بفصصه كده وباكل منه على طول. هنا خلاص بعد ما فصصته كده وغسلته، شايفين انا اخدت منه اكلت معايا بصل مقطعه قطع صغيره وكزبره، لان الكزبره هي اساس الفول الاخضر. يلا كده نروح على البوتاجاز. معايا الحله بتاعتنا نحط فيها الزيت على حسب بقى كميه الرز اللي انت هتطبخيها وعلى حسب الفول. معايا هنا البصل. هبتدي كده انزله في قلب الزيت لما يسخن، وهسيب البصل معايا كده لما يدبل كده ويبقى اصفر شوية، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. الاكلات دي جميلة الايام دي. احنا طبعا عارفين الايام دي والظروف اللي بتمر فيها كل ست بيت وكل بيت طبعا. ربنا يكون في عون ازواجنا. لازم نساعدهم طبعا على المعيشة، ويوم كده ويوم كده وهي بتمشي والحمد لله مادام مستورة معانا. ودايما نقول الحمد لله على كل حال. هنا بدأ خلاص البصلة بدأت تدبل معايا. هنزل معايا بالكزبرة الخضراء. الكزبرة الخضراء دي هتغير طعم الفول نهائي. انا زي ما قلت لكم اول مرة اعمله. احنا معروف دايما الفول يا اما صيادية يا اما بالمرتة. انما بالكزبرة دي بصراحة اول مرة اجربها. فجوز داخل من الشغل يقول لي: يا دي تجاربك اللي انت عمالة تجربي فينا، عملت ايه تاني النهاردة؟ انت بتعمل انت تجربي وانا واحنا ناكل. بس لما اكلها بصراحة عجبته. معايا هنا معلقة من الصلصة علشان تديلها كده اللون الأحمر الجميل كده. إيه، عايزة تستغنى عن الصلصة تمام مفيش مشكلة، بس هتبقى لونها أبيض كده. فالصلصة بتديلها لون طعم، لون حلو وطعم جميل. هقلبها كده مع بعض بس علشان الصلصة بس تخرج المواد بتاعتها الحافظة اللي فيها والحموضية بتاعتها. بصوا، عايزه اقول لكم بقى في اللحظه دي شموا بقى ريحه الكزبره مع البصل مع الصلصه. الريحه لوحدها تهبل. اكيد اولادكم زي اولادي ما بيحبوش هم الحاجات اللي زي دي. يقولك ايه ده، احنا ما بنحبش الفول. يا ترى اولادكم كده برضو ولا عادي بالنسبه لهم؟ عندي بقى هنا هنزل بالفول اللي احنا مفصصينه مع بعض، وهقلبها تقلبتين كده بحيث برضو ان الفول يدبل مع البصل ويشرب من البصل كده والكزبره والصلصة اللي احنا حاطينها. فنديلها تقلبتين تلاتة كده، وبعد كده ننزل بالمية او بالشوربة. عندك مية تمام، عندك شوربة تمام، اي حاجة متوفرة عندك. هحط كمون وفلفل والملح وهقلبهم. ازيد من كده بهارات مش هحط. لو انت عايزة تحطي كزبرة ناشفة حطي كزبرة ناشفة، بس انا بصراحة محطتش. هقلبهم تقلبتين كده برضو، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. طبعا الرز انت تكون غاسلة ومبرحاه عندك. هنزل بالميه الميه على قد مقدار الرز اللي انت هتعمليه. شوفي انت هتطبخي الرز قد ايه. انا ما طبختش رز كتير بصراحه، هو كان كوبايتين كده. الكوبايه عندي حجمها صغير، فمقدار الميه عندي بيبقى على حسب مقدار الرز. شايفين هنا انا سبت الفول يغلي كده لمده دقيقتين تلاتة كده بس، وبعد كده نزلت بالرز المغسول عندي.
طيب هتقولي لي انت، انا الفول طبعا عندي هنا عشان الفول بلدي هو مش محتاج ان هو يتسوى سوى كامل، فانا يا دوب بس خليته يغلي بس في قلب الميه غلوتين 3 ونزلت عليه بالرز عشان يكمل سواه مع الرز. عايزه اقول لكم بقى في الحته دي بجد الريحه خطيره 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 خطيره. ظبطي بقى الملح بتاعك وظبطي الفلفل والكمون. عايزه تستكفي باللي انت حاططيه في الاول تمام، ما فيش مشكله. عايزه تزودي البهارات بتاعتك زودي. انا بس بحب كده البهارات بتاعتها زايده. سبتها بقى هنا الرز بقى يتشرب واستوى، وشموا بقى احلى ريحه للكزبريه بجد. كان طعمها فظيعة وخطيرة جدا. تقدمها بقى مع بطاطس مقلية، تقدمها مع مخلل، تقدمها مع ترشي، مع زيتون، مع سلطة، مع جرجير، اي حاجة متوفرة عندك، مع بتنجان مخلل. انا طبعا عملت من حطيت جنبه الترشي اللي انا كنت عاملة المخلل والزيتون واللفت، فبجد كانت حلوة. اتمنى ان انتوا تجربوها. وصفة سهلة واقتصادية وسريعة، ما بتاخدش مننا وقت، وكله في حلة واحدة. في نهاية الفيديو اترككم في حفظ الله ورعايته، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.